هو مين اللي قال لكم انتوا ما ينفعش تدخلوا فنون جميله لو ما نجحتوش في اختبار القدرات؟ جميل في الكومنت ده ان انت راضيه بنصيبك، ويا رب يكون كل الناس كده في حياتها عامه. ممكن تدخلوا فنون جميله عادي، بس ازاي؟ عن طريق الدراسات الحره. اظن سمعتوا قبل كده عن قسم الدراسات الحره. قسم الدراسات الحره ده بيخرجك يعني تقريبا انت شبه زي اللي دخل فنون جميله، الفرق ان هي بتبقى خلال سنتين بس. ولا انتوا مش حاسين ان فنون جميله غير بالخمس سنين؟ اكيد في فرق. اللي اخدها في سنتين مش زي اللي اخدها في خمسه، عشان الناس اللي جوه فنون جميله واتخرجت بتزعل مني لان كلمت الموضوع ده السنه اللي فاتت. اكيد مش قصدي ان انتوا تعبتوا على الفاضي، لان انا واحد في الكليه، فاكيد الخمس سنين اللي انا فيهم مش بيعدوا هدر، اكيد بتعب فيهم ويعني وكده. بس فكره ان الشخص اللي ما عرفش يدخل او ما حلفوش النصيب ان هو يدخل فنون جميله ذات نفسها الخمس سنين يقدر يقدم في قسم الدراسات الحر جنب كليه، بعد كليته، قبل كليته. انا سمعت ان هي اصلا ينفع بعد ثانويه عامه، بس ده بيرجع لقراركم واختياركم انتوا يعني. بس المهم ان في اوبشن تقدروا تدخلوا منه كليه فنون جميله تاني. وعلى فكره انا واحد من الناس لو كنت سمعت الموضوع ده من زمان كان ممكن افكر ادخل قسم الدراسات الحره. موضوع بسيط يا جماعه، يعني ما تزعلوش من الموضوع ده، انها في الاول وفي الاخر حاجه يعني قدريه وكده. وغير كده ما تفكروش ان اللي دخلوا فنون جميله كلهم رسامين وهيطلعوا فنانين، او اللي ما دخلوش هيطلعوا كده. الموضوع كله في فنون جميله في النهايه معتمد على السعي. الدراسه الاكاديميه لو انت درستها بمزاجك بره الكليه هتبقى ناجح وشاطر فيها عن اللي بيدرسها جوه الكليه، لان اللي جوه الكليه اصلا بينطفي واصلا اسمه ايه، شغفه اصلا بيبقى قليل تقريبا شبه طول الوقت. يعني انا جاي لكم من المستقبل واقول لكم ان انتوا من كتر ما هترسموا وهتشتغلوا وهتفننوا هتزهقوا. فلما انتوا تعملوا ده جنب دراستكم مش هتحسوا بالملل اللي احنا بنحس بيه ابدا. طبعا فكره ان انت تبقى بتدرس بتضيع وقتك في الحاجه اللي انت بتدرسها وبتحبها اكيد انجح بكتير. بس لو انت عندك فعلا المقدره والسعي وانت حابب ده فعلا هتقدر تعمل ده عادي من غير الكليه. وبرده بفكركم ان لسه في اوبشن دراسات الحره اللي تقدروا تدخلوه، فما تزعلوش من حاجه. اكيد انا برضو بنبه على الناس اللي جوه فنون جميله او اللي اتخرجت. انا مش قصدي حاجه، ما لان انا جوه الكليه فاكيد مش قصدي حاجه خالص، عشان ما حدش ياخد كلامي في اتجاه تاني. اكيد اللي درس تصميم 5 سنين زيي مش زي اللي هيدرسه في سنتين. اللي درس تصوير زيتي في 5 سنين، ولا تصوير جداري، ولا نحت، ولا كل ده في 5 سنين، اكيد مش زي اللي هيدرسها في سنتين. بس على الاقل هيخرجك انت فنان اكاديمي زي طالب فنون جميله، طالب قسم دراسات حر. المشكله لو دخلتوا عندي على الانستجرام هتلاقوني سايب لكم هايلايت مكتوب فيه لو ما دخلتش فنون جميله جواه فنانه بتشرح، هي اصلا في قسم دراسات الحر وهي فنانه شاطره جدا بصراحه وشغلها تحفه، تقدروا تستفسروا منها على كل حاجه. كمان عايز اوضحها ان في ناس على التيك توك هنا انهارت ان هي ما دخلتش فنون جميله. عايز اقول لكم يا جماعه معلومه مهمه، احنا بنمشي على منهج ناس فنانين معينين اصلا ما دخلوش كليه فنون جميله، وادينا اهو بندرس اساميهم وبنذاكرهم وبنعرف اعمالهم وما دخلوش فنون جميله. اللي عايز يعمل حاجه يا جماعه بيعملها. انا عارف ان الموضوع مش سهل وبس مش مستحيل، محتاج سعي ومجهود واجتهاد مش اكتر. التوفيق دايما، والف مبروك النتيجه ايا كانت هي ايه.